السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده من قناه كويزين جليله. اليوم كنقترح لكم وصفه اللي قلت لي كتجي رائعه ولذيذه، خفيفه معلكه وسهله ودغيا دغيا كتوجد. الا عندك بيضه واحده نوضي جربيها بدون تردد، حرشه وماشي اي حرشه، بدون خميره الحلوى، كتجي روعه في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها. نخليكم على المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. اول حاجه غنحتاجو بيضه بحراره المطبخ، ثم غنضيفو عليها كيس من السكر بنكهه الفانيلا، اي ما يعادل 8 غرام من السكر بنكهه الفانيلا. غنضيفو قبيصه ديال الملح، غنضيفو 100 غرام ديال السكر سنيده اولا كاس مع مرش يعني ديال السكر سنيده، نصف كاس ديال الزيت اي ما يعادل 100 مليلتر من الزيت. نخلطو كلشي بالطراب اليدوي بشكل جيد حتى كتذوب لينا داك السكر سنيده مع البيض جيدا. يعني كنخدموها واحد شويه حتى كتحسوا بداك السنيده ديالكم، يعني بدات كتذوب مع الخليط. من بعد انا غنضيف هنا كاس ونص ديال اللبن ماشي الحليب. بالنسبه لكم في هذه المرحله يمكن لكم ديروا كاس ديال الياغورت مع كاس ديال الحليب الا متوفر عندكم. الا ما متوفرش عندكم ديروا هكا كاس ونص ديال اللبن، لان اللبن كيعطي واحد الخفه واحد الهشاشه. يعني لكم الاختيار، يمكن لكم ديروا اللي عندكم واللي متوفر عندكم. صافي هنايا غنضيف واحد الملعقه كبيره ديال مربى المشمش. من الاحسن انه يكون هذاك اللي فيه طريفات باش كتجينا هاد الحرشه هذه معلكه. صافي هنا غادي نضيف ملعقه مملوءه ديال دقيق اللوز. شديت هكا اللوز وطحنته حتى كيولي على شكل بودر، وكنضيفو لهاد الخليط هذا. صافي هنا غنضيف كاس ديال الكوك او ما يعادل 100 غرام من الكوك. انا في هذه اللحظه هذه يعني تقطع لي واحد المقطع فاش ضفت الكاس الاول من السميده الرقيقه. بالنسبه للسميده الرقيقه درت كاس وربع ديال السميده رقيقه اي ما يعادل 120 غرام ديال السميده. وكيكون الخليط على هذا الشكل هذا، ما كيكونش خفيف بزاف وما كيكونش ثقيل بزاف، ما بين وبين. صافي وكنخلطوا الخليط بهذا الشكل. صافي وفي الاخير كنضيفوا واحد نص معلقه ديال خميره الخبز، خميره رفيعه. يمكن لكم هكا ديروا معلقه صغيره في هذا الخليط. انا راني ضفت واحد شويه ديال الخميره في الاخير، غير واحد راس معلقه اخر، يعني ديروا معلقه صغيره ممسوحه من خميره الخبز. صافي كنخلطوا الكل جيدا وكنجيبوا واحد المول اللي كيدخل الفران اللي مدهون بالزبده ومرشوش بخليط ما بين السميده الرقيقه والكوك، وكنصبوا فيه هذا الخليط هذا. صافي وكنوزعوا هذا الخليط بشكل متساوي على هذاك المول ديالنا. وهاد الحرشه هذه راه ما كتجيش طالعه بزاف، يعني كتجي بحال الحريشه هكا اللي كطيب في الفران، وصراحه كتجي بنينه ومعلكه. غير جربوها، كيجي في واحد المذاق اللي رائع بزاف. صافي هنايا غادي نزينها كتزيين. غادي ناخذ مربى المشمش هكا، غادي نبقى ندير هكا واحد الطبقه من المربى. من الاحسن انه يكون هذاك اللي كيكون فيه طريفات باش كيعطينا واحد المذاق زوين هاد الحريشه هذه، وكيعطينا حتى واحد الشكل اللي زوين هكا من الفوق. مباشره كنضيف عليها واحد الرشه اللي لا باس بها من شويه ديال الكاوكاو ايفيلي اولا اللوز ايفيلي. انا ما كانش متوفر عندي اللوز ايفيلي، درت غير كاوكاو ايفيلي من الفوق. يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتو، يمكن لكم ديروا كاوكاو كونكاسي، كيف ما يمكن لكم هكا يعني ديروا غير الكوك هكا في الاخير حتى كتخرجوها وكدهنوها وديروا الكوك، لكم الاختيار. صافي كندخلها للفران اللي كيكون سخون من قبل على درجه حراره 180، غير من الاسفل يعني حتى كتبان لكم بدات كتشد، كتشعلوا عليها من الفوق. ولا يمكن لكم ديروها في الفرن، فرن غازي، يعني كتشعلوا لها من التحت حتى كتبان لكم بدات كتحمر من الجوانب، عاد كتشعلوا لها من الفوق. صافي وكتقدموها، وملي كنخرجوها وهي سخونه كندهنوها بالناباج. فاش كتكون باقا سخونه كندهنوها مزيان مزيان بواحد الكميه يعني لا باس بها من الناباج، وكنخليوها تشرب مزيان هذاك الناباج باش كتجينا واحد الطبقه يعني ديال التعليكه، وفي نفس الوقت كتعطيها واحد اللمعان اللي زوين في الشكل ديالها من برا. واكيد نسيت ما قلتش لكم يعني بالنسبه للفرن غازي
غادي ديروا العافيه تكون مهيله، يعني باش هكا طيب لكم هاد الحرشه هادي على خاطرها. وصراحه راه كتجي بنينه بزاف، واكيد وليداتكم يعني غتعجبهم وغادي تحمقهم صراحه، لانها نفعتني مع وليداتي وعجباتهم وما خلاوهاش صراحه. وتنفع هكا حتى لقلتي للوليدات للمدرسه، لما لا. وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وان شاء الله غتعجبكم، وتخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. وإلا وصلتوا حتى لهنا في هذا الفيديو ما تنساوش تخليو لي واحد لايك وتخليو لي واحد اشتراك للقناه الا عجبكم المحتوى بان لكم انه يستاهل التشجيع. وهنا قطعت لكم واحد المورصو باش تشوفوها كي كتجي من الداخل خفيفه ولذيذه. كنتمنى انكم تجربوها وفعلا كتستحق تجربه. نخليكم مع باقي الفيديو، الى اللقاء، الى وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.